الحمد لله خلاص للأمانة. انت شكلك نسيت العيش والملح اللي احنا كلناه مع بعض ولحد كده خلصت. عامل لك ايه يعني يا اسطى؟ ما انت كنت موافق على كل حاجه. وافقت يا اسطى لما انت طلعت لي مصطفى وحش وفي كل العبر، وفي الاخر طلع غير كده. عاوزنا نعمل ايه يا اسطى؟ نفضل تحت رحمته؟ انا عارف انك زعلان مني. انا لا خالص، هزعل منك ليه يا ابني؟ اللي انت عملتوه جه في مصلحتي. ازاي يا عم؟ ده المبلغ صغير قوي، وغير كده انت مش محتاجه. بص يا عبد الله، انت جدع وتستاهل كل خير، عشان كده ما لازم نرجع زي الاول. والله يا صاحبي مش عارف اقول لك ايه. والله انت اللي جدع يا عم. والله ما عارف من غيرك كنت عملت ايه. والله العظيم كل ده حصل. طب اقفل وانا هتصرف. بقى كل ده يطلع منك يا عبد الله؟ تسيبني وتروح لمصطفى وكمان يشاركك ويخليك تكبر معاه؟ ده انت كنت بتجيلي يا عبد الله، ده انت كنت شحات وبتجيلي عشان اكلك. ماشي يا عبد الله، انا لازم ارجعكوا شحاتين تاني، وهبدا بيك انت يا عبد الله. الو. حلو قوي. خلاص انا كده خلصت منك يا عبد الله. كده الدور على مصطفى بقى. الو يا محمود، انا عاوزك تسمع الكلام ده مني وتنفذه بالحرف الواحد. امين؟ يا بنتي والله ما حصل اللي انت بتقول عليه ده. وبعدين مين اللي قال لك كده؟ فاروق اللي قال لي كده. يعني هو فاروق اللي قال لك كده؟ هو اللي قال لي كده، وانا مش عايزه اعرفك تاني. طيب بصي، انا ما عملتش حاجه من اللي اتقالت لك ديت خالص. طب هو عمل كده ليه اصلا؟ والله ما اعرف، بس خليك عارفه ان انا ما عملتش حاجه من الكلام ده، وانا هشوف هو عمل كده ليه. بس صدقيني ان انا بحبه. خلاص ماشي يا عبد الله، وانا مصدقاك. خلاص، وانا هشوف هو عمل كده ليه. يلا سلام. انا لازم ارن على عبد الله واعرفه. الو. الو يا عبد الله، انت فين؟ يا مصطفى، انا في الطريق رايح للكافيه. لا لا لا، ما تروحش الكافيه، تعالى لي انا عايزك. ليه؟ في حاجه ولا ايه؟ يا اسطى في مصيبه. مصيبه ايه يا ابني؟ المحامي كلمني وقال لي ان في واحد عامل فينا محضر. خلاص خلاص خلاص، اقفل اقفل اقفل، وانا جاي لك في الطريق اهو. سلام. ايه يا مصطفى؟ ايه يا ابني مالك اتاخرت كل ده ليه؟ ايه يا ابني؟ ايه اللي حصل؟ محضر اللي انت بتقول عليه؟ مفيش يا عم، المحامي رن عليا وقال لي ان حد عامل فينا محضر. طب ما تعرفش مين؟ لا لسه. انا بقى عارف مين اللي عمل كده. مين اللي عمل كده؟ فاروق اللي عمل كده. فاروق؟ طب وايه اللي خلى فاروق يعمل كده؟ والله ما اعرفش، ده حتى هو عمل معايا حركه كده. حركه ايه؟ انا هقول بس يا عم. وبعد اللي هو عمله انا عرفت ان هو اللي عمل كده. تعرف لو هو اللي عمل كده اللي هشيله من على وش الارض. ايه ده بس؟ احنا لحد دلوقتي لسه ما اتاكدناش. خلاص ماشي. ايه ده؟ المحامي بيرن اهو. الو يا استاذ ابراهيم، محضر ايه وايه اللي حصل ده؟ يعني الحمد لله اتحلت. طب ومين اللي عمل كده؟ ماشي يا متر، خلص ورن عليا. طلع في ايه؟ فاروق يا اسطى، فاروق هو طلع اللي عامل كده. طلع زق علينا واحد من العمال، حط لنا حاجات منتهيه الصلاحيه وبلغ عننا، والتموين جه وفتش ولقوا الحاجات دي عندنا. وبعدين ايه اللي حصل؟ راجعوا الكاميرات وعرفوا مين اللي عمل كده، وعرفوا كمان مين اللي وراه. وطلع فاروق؟ هو. وهتعمل ايه دلوقتي؟ مش عارف، بس انا اقول لك تعالى معايا. ايوه كده انا خلصت منهم هما الاتنين. لا يا حبيبي لسه ما خلصتش. لا خلصت يا حبيبي، والكافيه اللي انتوا فرحانين بيه خلاص هيتقفل وهترجعوا شحاتين تاني. انت غلبان قوي يا فاروق. انت ما حدش بلغك بالجديد ولا ايه؟ جديد؟ جديد ايه؟ انا اقول لك الجديد ان الحكومه مسكت اللي عمل كده واعترف عليك ان انت اللي وزيته. يعمل ايه؟ انا ما عملتش حاجه. ايه يا ابني مالك كشيت ليه كده؟ انت مش كنت عامل 10 رجاله في بعض دلوقتي؟ احنا اصلا مش جايين نحكي معاك، انت حوارك مش معانا دلوقتي، بس كنت عايز اعرف حاجه، انت ليه عملت معانا كده؟ احنا كنا بنحبك. انتوا اكتر اتنين دمرتوني، انت يا مصطفى، بالرغم ان انا اللي معايا الفلوس ولما بعوز حاجه بجيبها، بس انت بتبقى احسن مني دايما. نجحت وكبرت نفسك، وانا اللي كنت مفكر ان انت من غيري ولا حاجه، طلعت انا اللي من غيرك ولا حاجه. فكان لازم اعمل كده عشان خاطر تحتاج لي واحل لك مشكلتي.
وانت يا عبد الله كنت دايما بتيجي تقعد معايا وتقول لي عايز كذا وعايز كذا، كنت بجيب لك ومش بتاخر عنك، في الاخر تسيبني وتروح تشارك مصطفى ويبقى راسك براسي. دي كلها وحشه جواك. مصطفى انا بكرهك. شوف يا جدع، وانا اللي كنت بحبك بس طلعت اوسخ خلق الله. بص يا فاروق، انت المشكله كده فيك انت مش فينا احنا، وانت كده اللي اناني ومتحبش غير نفسك. انت كنت ممكن تحاول انك تحبني، بس انت اللي ناقص ودايما بتدري ناقصك بالفلوس والمظاهر، وانت كده عمرك ما هتتقدم في حياتك. والعيش والملح اللي كان بينا، انت اوسخ حد انا قابلته في حياتي، وحلال فيك اللي يحصل. وصدقني يا ابني الدنيا عمرها ما كانت زي ما انت حاسبها. اقدر اقول لك دلوقتي ان الحوار خلص، وربنا يعينك على اللي جاي. يلا يا مصطفى. يلا يا عم.